يا شباب، بما اننا بريك، السلام عليكم. احكي لكم حكايه وهي بتتكلم عن صبر ايوب، وهو ايه اللي صبر عليه سيدنا ايوب علشان يضرب بيه المثال العظيم ده. حكايه سمعتها عجبتني، ولما جيت احكيها لحد من اصدقائي لقيته اول مره يسمع الكلام ده، ولقيت ناس كتير ما تعرفهاش رغم ان كلنا عارفين عنوانها، وهي صبر ايوب. ايه اللي صبر عليه سيدنا ايوب عشان ربنا يختصه بالذكر في القرآن بانه يضرب بيه المثل العظيم ان هو اكتر حد في البشرية صبر على البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ايوب نبي الله كان من اغنى اغنياء الارض في زمانه، عنده من الاغنام، من الانعام، من الزرع ومن الاراضي ومن البيوت والقصور ومن المال والبنون، وعنده من كل زينة الحياة بوفرة. وكان من الناس كرمة جدا، وكان من الناس اللي تدي الخير وبتعطي بلا حدود، وبيعطي للفقراء وبيتصدق ويطلع الزكاة وكل الكرم اللي كان ممكن يتكرم بيه إنسان على الأرض، ويحمد بيه ربنا على النعم اللي بينعم بيها عليه. وفي يوم الشيطان إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لربنا أنا أقدر أغوي أيوب لو سمحت لي وخليه يكفر بيك وينسى كل النعم دي. فربنا سمح للشيطان وقال له اغوي ايوب، لان انا متاكد ان ايوب عبدي صالح ونبي صالح، فاغويه لو تقدر، ولكن ابعد عن ولده وقلبه وعقله ولسانه. فراح ابليس اجتمع بالجن وقال لهم مين يقدر معايا يخسف باموال ايوب والنعم اللي ربنا انعم بها عليه، وياخدها منه ويقبضها منه ويدمرها له بحيث يكفر بالله. فطلع ابليس من الجن قال له انا اقدر اعمل عاصفه ناريه تاخد كل الزرع بتاع سيدنا ايوب وكل الغنم وكل البقر وكل الناقه وكل ما هو خير يملكه سيدنا ايوب، واخد ثروته بالكامل. وبالفعل ابليس عمل عاصفه ناريه وخد كل الخير اللي يملكه سيدنا ايوب، لدرجه ان سيدنا ايوب اصبح لم يملك قوت يوم. فراح ابليس لسيدنا ايوب وقال له شفت ربنا عمل فيك ايه؟ شفت ربنا خد منك النعم ازاي؟ شفت ربنا ازاي منع رزقه اللي بيرزقك بيه وخده منك في غمضة عين؟ عشان تعرف ان ربنا مش حلو وظالم، اكفر بربنا وانا اعوضك. سيدنا ايوب رد عليه رد جميل وقال له الحمد لله على كل شيء. ابليس سمع كلمة الحمد لله من نبي الله ايوب واتجنن وانهار واتنرفز واتغاظ، وحس ان هو في حسرة. فراح لربنا وقال له تاني، قال له انا اقدر اخلي ايوب يكفر، ولكن اسمح لي ان انا اخد منه ولده، ولما يتوجع في ولده هيكفر. فربنا قال له عليك بولده، ولكن لا تجيش جنب قلبه ولا لسانه ولا عقله. الشيطان جمع مجموعة الشياطين بتاعته وقال لهم مين يقدر على ولد ايوب، عايزينه يكفر بربنا. فطلع نفر من الابلسه من الجن قال له انا اقدر اقوم بالمهمة دي، وزلزل الارض تحت بيت سيدنا أيوب، إذا بسقف البيت ينهار على أولاده بالكامل ليشوفهم كلهم قصاد عينه وهم ميتين وبينازعوا الموت لحد ما توفاهم الله. وفي عز ما سيدنا أيوب شايف أولاده وهم بيتقتلوا قصاده وبيموتوا، راح له الشيطان قال له شفت ربنا عمل فيك إيه بعد ما قطع رزقه عنك؟ كمان أذاك في ولدك. شفت ربنا بيبتليك إزاي؟ اكفر بربنا وأنا خليك أسعد الناس. نبي الله أيوب بص له وقال له إنا لله وإنا إليه راجعون، إن الله قادر أن يعوضني بكل شيء والحمد لله رب العالمين. الشيطان انهار، الشيطان ولع نار، الشيطان اتجنن، ازاي بعد ما موت ولده ولسه مآمن وصابر؟ الشيطان راح لربنا وقال له انا عرفت ايه اللي هيخلي ايوب يكفر، اسمح لي واذن لي باذنك ان انا ابتلي ايوب في صحته. ربنا سمح للشيطان انه يبتلي سيدنا ايوب في صحته. فالشيطان راح لسيدنا ايوب وهو نايم ونفخ له نفخه خبيثه في مناخيره، خلته ينزف دم من كل حته في جسمه، وخلته يخر قواه، وخلته مفيش اي قوه في جسمه، والمرض مسكه وتملكه من كل اعضائه. اهل المدينه لما شافوه افتكروا انه عنده وباء وانه هيبقى سبب وباء للمدينه، فخدوه رموه في اقرب مكان مجهول او زي ما بيقولوا في الخلاء هو وزوجته، بعد ما بقاش ليه مال وبعد ما بقاش ليه ولد وبعد ما بقاش ليه بيت، لان ماله اتحرق وولده مات وبيته اتهدم. رموه في الخلاء هو وزوجته، وهو ما عندوش من القوه ولا من الصحه اي شيء. من شده البلاء والفقر الشديد مرات سيدنا ايوب ما كانتش عارفه تجيب رغيف خبز عشان يتغذوا، علشان كانوا هيموتوا من الجوع. ما كانش عندها حيله غير ان هي تقص شعرها وتجدله وتصنع منه حبل طويل تروح تبيعه في السوق وتقيده برغيف خبز يسد بيه جوعهم هي وسيدنا النبي. ولما دخلت عليه برغيف الخبز وقال لها منين جبتي الخبز ده،
فرفعت غطاء رأسها فشاف رأسها المحلوق من الشعر. قال لها اقسم بالله لو ربنا رد عليا صحتي لاجلدنك 100 جلد. ايوب فضل في البلاء ده مش سنة ولا 2 ولا 3 ولا 10، فضل 18 سنة في هذا البلاء. ما كانش بيزوره في المدة دي إلا 2 من أصدقائه. على مدار السنين ممكن واحد يزوره. وفي يوم مرات سيدنا أيوب خدته في حتة معينة في الخلاء علشان يقضي حاجته، لأنه ما بيقدرش يتحرك ولا يقوم ولا يقضي حاجته بنفسه، وسابته في مكان يعني قافل ما فيهوش اي حد بيعدي من عليه، مكان مقطوع خراب. وكان عنده 2 اصدقائه جايين يزوروه، ولما ما لقوهوش رجعوا تاني. وهم راجعين في السكه سيدنا ايوب لما كان قاعد بيقضي حاجته سمع واحد بيقول لصاحبه اكيد ايوب عمل ذنب عظيم علشان كده ربنا ما غفرلوش طول المده دي. ايوب مهما كان الذنب اللي عمله كان ربنا هيرفع عنه البلاء، لكن يسيبه بعد الخير اللي كان فيه 18 سنة مش قادر على نفسه وفي العذاب ده. اكيد ايوب اقترف ذنب عظيم. سيدنا ايوب سمع الكلمة وصعبت عليه نفسه قوي، ورفع ايده للسماء ودعا ربه وقال يا رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لما اتفسرت الآية أو اتذكرت سيدنا أيوب ما قالش يا رب إني قتلني الضر أو إني دمرني الضر، قال إني مسني الضر. ومسني هنا بتفيد الحمد، بتفيد الاستحقاق وهو بيكلم ربنا، وإن هو لسه برضه ما ضجرش ولسه ما وصلش للاعتراض. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. في القرآن أو في اللغة العربية الفصحى تفيد السرعة ورد الفعل في الحال. فاستجبنا له فأخرجنا له فيما معنى الآية ماء، ضربنا من تحت رجله ماء طلع شرابا وطهورا، فقال له اشرب وتطهر جسمك، فرجع جسمه زي ما كان على هيئته الشاب السليم المعافى في بدنه 100% قبل كل الابتلاءات. سيدنا أيوب رجع زي ما كان في هيئته. فراحت زوجته علشان تشوفه خلص انه بيقضي حاجته، خلص اقضاء حاجته ولا لا. فلقت راجل واقف بهيئة نظيفة وجميلة. قالت له ما شفتش راجل هنا عجوز، انا خايفة انه يكون الكلاب خدت لحمه وخدته بعيد لانه ما بيقدرش يتحكم في نفسه وما عندوش قوة. قال لها انت ما تعرفنيش؟ قالت له والله انت اقرب الناس شكلا بايوب. قال لها انا ايوب وربنا رفع عني البلاء ورد لي صحتي تاني ورجعني تاني بشبابي وبقوتي زي ما كنت قبل البلاء، فالحمد لله رب العالمين، فاحمدي ربنا. فقال لها احمدي ربنا، وحمدوا ربنا. فربنا مطر على راسه الذهب ومطر على راسها الفضة. ربنا امطر على واحد فيهم الذهب وامطر على واحد فيهم الفضة، ورجعوا أثرياء تاني معاهم الصحة والذهب والفضة، ورجعوا بنوا تاني، ورجعوا بعد الزمن ده تاني ربنا رزق سيدنا أيوب تاني بالولد، وبقى أصبح عنده تاني المال والبنون وكل متع الحياة وكل زينة الحياة الدنيا، وبعد الابتلاء مدة 18 سنة. قصة في منتهى الجمال، مش عارف كنت تعرفها ولا لأ. حبيت أشاركها معاك وحبيت أقولك في نهايتها إن مهما كان البلاء اللي أنت بتعيش فيه هو مش زي البلاء اللي ابتلي بيه سيدنا أيوب. فاحمد ربنا وقول دايما الحمد لله رب العالمين. سلام.